بحبك قوي يا عبير. انا مش مصدقه نفسي ان احنا اتجوزنا. ايوه يا عبير، بس زي ما اتفقنا الورقتين هيفضلوا معايا انا. ماشي ماشي ماشي. بقول لك ايه، اقف قدام المحل ده والنبي عشان نجيب حاجات لزوم السهر. ماشي يا عبير. يا عم يا عم يا عم. ايه ده؟ الراجل عنابي؟ والنبي يا زميلي هندلدل لك السبت تحط لنا فيه الطلبات المكتوبه في الورق. هتلاقي ورقه الطلبات موجوده في السبت. ما تخلي طب يا باشا. قدها يا زميلي، ما نستغناش عنك انت يا عبير. ماشي يا اخويا. بتطير ومش بتطير. اكتمها يا بنت، انا مش عايز اسمع صوتك. قال على رأي المثل تاخديه بتطير يطلع قطة في السرير. انا قلت لك يا عبير بمر بوعكه نفسيه. وانا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا ست وليا احتياجاتي. معلش بكره يبقى احلى. بكره ايه؟ لا يا حبيبي مفيش بكره لما ممكن يبقى فيه النهارده. على فكره عيب اللي بتقولي ده يا عبير، انا برضك الراجل العناب. بقول لك ايه يا عنابي، ما بانت لبيتك يا حبيبي خلاص. انا هروح البيت وانت تبعت لي شهريتي. لو ما بعتش يا حبيبي هطلع وافضحك واقول ان احنا متجوزين عرفي. لا ومش بعيد كمان يا اخويا انزل الشغل وشوف بقى لما مرات العنابي تشتغل كده. سلام يا دكر. والسلام عليكم ورحمه الله. الشرطي والشرناطي انا هديهم صوتي. 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 هذه اخرة المشي ورا العيال. اهدى بس اقعد عشان نعرف نتكلم. اهدى ازاي؟ وهنتكلم في ايه؟ الزفت العنابي بتاعك اللي انت جبتهولي عشان يسندني في الانتخابات هو اللي هيغرقني. كل يوم يا يجيلي سكران يا يجيلي ملبوسه مش لابس حاجه خالص يا يجيلي نايم. وفي ايه بالظبط؟ في ايه؟ هو فعلا ابتدى يهنج. ايه؟ يهنج، ابتدى يفتح بقه ده لان بقاله فتره ما اتعملوش صيانه. سيبهولي يومين وانا هرجعه لك فابريكا زي ما استلمته. فابريكة ايه؟ طب ما بتقراش جرايد؟ اقرا جورنال مكتوب فيه ايه؟ الراجل الشرطي شغال الله ينور، الشرنقوطي في الطالع والعبد لله في النازل. عارف ليه؟ لأن الداخلية وراها رجالة بجد، إنما أنا في ظهري شوية عيال. انت عمال تقول عيال كتير وأنا ساكت، لو سمحت اتكلم معايا كويس. وليك عين ترد يا ولد، ليك عين ترد. أنت تخلص خالص وتصرف دلوقتي وهات لي الزفت العنابي ده عشان اتكلم معاه. ماشي هبقى ادور لك عليه واجيبه لك. تدور عليه؟ وانت مش عارف هو فين ولا ايه؟ بكلمه ما بيردش عليا. هو انت مش همزه الوصل اللي بينا؟ اتصرف وهاتهولي دلوقتي حالا يا استاذ همزه. همزه؟ انت خليت فيها همزه؟ ما انت عمال تتعامل معاه مباشره ونطرتني وعمالين تكلموا بعض من ورايا ولا كاني موجود. يا انت بتكلمني ليه كده زي ما كنت ضريتك؟ لا مش ضرتك، بس انا قلت لك مليون مره قبل كده وهقولها لك للمره المليون واحد. يا صريح بيه، لو اتعاملت مع العنابي من ورايا انا هفصل لك عنه الكهرباء ومش هتعرف تشغله منين لو اتنططت. ده انا افصل جثتك من راسك، ده انا افصلك انت واهلك كلهم من الدنيا، ده انا صارف عليه دم قلبي، ده انا دافع فيه لغايه دلوقتي 1,200,000 جنيه. ايه حيلك هم مليون بس اللي سحبتهم منك. انت مليون وهو خد 200. امتى حصل الكلام ده؟ الندوه الاولانيه. انت كمان بتديله فلوس من ورايا؟ ما قلتليش ليه؟ انت بتفتح لي محضر ولا ايه؟ ايه؟ ليك عين؟ اتصرف وهاتهولي من تحت تقاطيع الارض والا هدفنك انت وشعرك تحت تقاطيع الارض. فاهم يا ابن فاطمه؟ ايه؟ هنفضل نلوك في نفس الموضوع ساعتين؟ هو يومين كده هتلاقوه راجع. واحد بقاله 3 ايام غايب وما بيردش على تليفون، عايزنا ما نقلقش ازاي يعني؟ هو الموضوع مقلق يا بنتي، انا معاكي انه مقلق،
بس انا عارف اصلا انا عصفور مزاج، وهتلاقيه خد يومين 3 بلبطه مع اصحابه ببلطيم. بلطيم مين يابا؟ ما اصحابه متلقحين قدامك اهو. ايوه من ساعه هو برنامج صريح الفيل ده وهو اللي حلق لنا. ما انتوا اللي قلتوا معاه وقلتوا عليه خاين وجاسوس. ده حتى يا حبه عين امه الشقه الجديده اللي كان مأجرها صاحب الشقه طردوا منها، احنا اللي رميناه في الشارع. وبعدين يعني هو انا هعرفكم على عصفور؟ ده ما يعرفش اسرائيل من القليوبيه. لا عيب، انتوا قلتوا معاه. انا بكلمك انت كمان يابا. ما تاخديني بالقفا يا بت، ما تهدي شويه. وبكلمكم كلكم، بدل ما ناخده ونحضنه نرميه في الشارع. صاحبه جه اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده برضو ضيعت مجهودي كله ورجعت للفانلة المعفنه اللي كنت بتلبسها. براحتك. اخرس. احنا فين ولا فين؟ بقول لك يا دكتور، مفيش عندك اخبار عن عصفور؟ لا والله انا حتى عمال اكلمه وما بيردش عليا. احنا نفس الحكايه، انا طلعت السطح برضه لقيت اوضته مكركبه. ممكن يكون جه امبارح او اول خد حاجه ومشي تاني. طب ما ممكن يكون فوق السطح دلوقتي؟ احنا قاعدين من الصبح ما عداش قدامنا، هيطلع على السطح ازاي من غير ما نشوفه؟ ايه بيطير؟ ايه؟ بيطير؟ لا هيطير ازاي يعني؟ هو الرجل العنابي ولا ايه؟ ده مجنون ولا ايه؟ مجنون، ده لسه فاكرينه دلوقتي. اخرس. طيب انا همشي، ولو شفتوه قولوا له ان انا سالت عليه، خليه يكلمني ضروري. بس الحقيقه انا قبل ما امشي بس كنت عايز اعتذر لعم هيصه قدامكم كلكم. على ايه يا ابني؟ على اللي حصل مني امبارح. انا فعلا يا عم هيصه كنت حمار قوي معاكي معاك. مش فاهم حاجه. ما تسامحش في حقك يابا، دي مش اول مره تحصل. هي ايه يا بنت؟ لا والله يا عم هيصه دي اول مره واخر مره هتحصل، ولو حصلت مني تاني اعمل فيها اللي انت عايزه. افهم، انا مش فاهم حاجه. جرايه يا عم هيصه، جرايه ما تسامحوا، الراجل واقف هيبكي وهو واقف، ما تسامحوا وتخلصنا. خلاص يابا بقى، المسامح كريم، انت قلبك ابيض برضه. ايه قلبك كبير؟ انا مش فاهم حاجه. ده انا فهمت، ما تبقاش دماغك صارمه قديمه بقى. ما تخوف ده انتوا الاثنين اسكت. اذا كان على اساس صاحب المشكله مش فاهم حاجه يا عم أستاذ. هيصه مش مهم تفهم، المهم ان انت سامحتني. متشكر قوي يا عم هيصه. حابب اكلمك. ها المهم ان انت سامحته. واخرب بيت الترامادول على اللي بياخدوا الترامادول، العيال مخاضه. الحمد لله على السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول الرجل العنابي يخاف كده؟ ايه يا عصفور مالك؟ ما بتردش عليا ليه؟ كان عندي كام حوار كده لا مؤاخذه بخلصهم يعني. طب تعالى يا تعالى. تعالى. مالك يا عصفور؟ مش على بعضك ليه؟ ما انا زي الفل يا دكتور. انت هتخليني مش على بعض ليه بس؟ لا اصل في ناس قالت لي كده انك ماشي اليومين دول مع بنت اسمها سحر. كذاب ورمه وزباله اللي قالك كده. اسمها عبير. عبير؟ عبير احلى من سحر. قالوا لي كمان انهم شافوك قاعد معاها فوق عمود نور. كذاب ورمه وزباله برضك اللي قالك كده. انا على طول باخدها فوق الموطن. ايوه خر بكل حاجه، خر يا خروف. جرى يا دكتور، انت بتستدركني بالكلام ولا ايه؟ انت يا حبيبي مستدرج لوحدك. مش مشكله، انا عارف انك بتمر بظروف صعبه الايام دي، بس ده ما يخليكش تاخد فلوسي. مؤاخذة انا يا دكتور الدماغ مش واصله، مش حاطط ايدي على البلف. فلوس ايه اللي اخدتها؟ فين ال 100,000 بتوعي يا عصفور؟ 100,000 جنيه بتوع ايه؟ انت مش خدت من صالح الفيل 200,000؟ يبقى انا ليا 100,000. طب ما انت كنت بتاخد منه فلوس قد كده على قلبك وبترمي لي انا فتافيت. هو اللي قال لك الكلام ده؟ عصفور انت مالكش غير صالح الفيل ده تعبان عايز يوقعنا في بعض. شفت اول ما اتعاملت معاه من ورايا خلاك تسرقني. لا لحد هنا يا دكتور وستوب. انا مش حرامي يا دكتور، ولو زودت تاني في الكلام هقول لك كل قرد ويلزم شجرته يا صاحبي. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بقول لك انت يا دكتور. لا مؤاخذة بقى انا عايز انام. شرفت يا دكتور. وانت من اهله يا زميلي.